كلنا طبعا لما بنروح مطاعم احلى حاجه بنحب ناخدها في المطعم او تتقدم لنا طبق الويسكي الحلال. يعني ميه السلطه المظبوطه اللي فيها سنه شطه كده، بتبقى برضو مملحه مظبوط وطعمها في مزازه كده، على اساس كل ما ناكل يبقى نفسنا عايزين نفسنا تتفتح نروح واخدين بق منها. طيب تعال اقول لكم ازاي ممكن نعملها زي الحاتي بالظبط وزي المطاعم الكبيره بالظبط. اول حاجه هيبقى معانا بشره طماطمايه، شويه توم مهروسين، والطماطم والخيار والخضرة على حسب الكمية اللي أنا عايزها. بس الخضرة هتبقى حاجتين بس، كزبرة وشبت، مش عايزين بقدونس. ماشي. هنبدأ نقطع الخيار. قطعنا الخيار والطماطم والفلفل الشطة. تعالوا بقى هنعمل المية بقى أو الويسكي الحلال اللي هتحط فيه الحاجات دي. بس بقى ننزل بيه سنة الثوم، شوية طماطم مبشورين، طماطماية واحدة مبشورة كويس جدا. ننزل بالخضرة، الخضرة اللي هي شبت وكزبرة بس. نقلب كله كده مع بعض. عصير ليمونة، كمان الليمون ده عشان كمية المية لو كبيرة بنزود ليمون، وبنزود كمان الخل. شوية خل عادي الأول، شوية حلوين، شوية خل تفاح. الحاجات دي بقى بتخليها صحية شوية. نقلب مية ساقعين، شوية مية من التلاجة اهو. هنا بقى نرمي الفلفل الشطة اللي احنا عملناهم. ندي بقى شوية ملح، شوية ملح حلوين، شوية شطة، نحط شوية شطة كويسين كده. ده بقى مش هنقول ان كنتوا عايزين شطة اعملوا، مش عايزين شطة ما تعملوش، لا هو مزاج الويسكي ده ان هو يبقى مشطشط، يبقى طعمه كده حرش كده ومشطشط كده. شوية كمون حلوين كده بقى. كده عملنا مية السلطة. ننزل بقى فيها بالخيار والطماطم. الريحة لوحدها يا جماعة تجوع والله، ريحة تحفة. قطعت شوية بصل كمان يدوها ايه، هيزودوا معايا النكهة الطعم، هيبقى زي الحاتي بالظبط، زي سلطة الحاتي بالظبط. والويسكي اللي بتقدم لنا في المطاعم هو نسخة طبق الأصل، يمكن أحلى كمان، لأنك أنت غاسل الخضار في البيت، مقطعه في البيت، مطبخك، وضامن كل حاجة تحت عينك. بس كده تحفة ما شاء الله. ده أنا والشيف.